نتشرف بحضور الأستاذ الروائي والأديب مصطفى عوض، وبنتمنى أن يبقى التواجد معنا إن شاء الله بصفة مستمرة. الأستاذ رشاد، أستاذ رشاد بلال، والأستاذة منى سالم والأستاذة منى سالم، أهلا وسهلا. ولو إن إحنا متأخرين شوية لكن سامحينا بقى. روائية أستاذ رشاد، خالد السروجي كمان، خالد السروجي. أهلا وسهلا. أستاذ خالد السروجي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عايزين نسمع حضرتك. يلا قول لنا. ويسعدنا ان يكون معنا الباشمهندس كامل سليم، وهو صاحب المطبعه اللي بيسعدنا ان تبقى كتبنا فيه. الله يخليك، شكرا. انا هقول لكم حاجه كده، يعني احنا هربنا بالعاميه والشعر الوطني. هنقول حاجه: إليك سيدتي بعد أن اعتصرني ألمي واشتياقي وانهمر أسفا دمع الرجولة باختناقي، وأوصد أبواب البهجة في الحياة، ما عدت أرى غير طيفك يلاحقني للممات، يؤنبني على جبني لما لا تصرخ أم عشقت السكات. إليك سيدتي، إليك سيدتي بعد أن اعتصرني ألمي واشتياقي وانهمر أسفا دمع الرجولة باختناقي، وأوصد أبواب البهجة في وجه الحياة، ما عدت أرى غير طيفك يلاحقني للممات، يؤنبني على جبني لما لا تصرخ أم عشقت السكات. يا من تفقد ديارا وأوطانا وأحببت جما بطول السفرات، وقد آن أن تعشق طيبا وطهرا قلما أنجبته السيدات، وقد اختزنت من فيض الحنان ليوقظني في زمن السبات، وكان لي زماني غدرا وبخسا بمزيد من الطعنات. يا حبيبتي، يا عمري، يا كل ما مضى وكل ما هو آتي، يا رحيق زهرة أحببت أن أشتمها، يا عبق فروح العطورات، زفرات أنينك تلهبني لأذوق لهيب الجمرات، وأنسام طيفك ما عادت تلاطفني، وصارت هب سعيراتي
وحلو كلامك ما زال يطربني، دغدغ الشوق في الحنايات، وعبي حبك كم يسكرني بغير خمر أنتشي من الخمرات. بنرحب بالاستاذه لؤي صبري، وعرفت طبعا انت النفق باشمهندس كامل قال الحاجات وست شوشتار طبعا على الراس الاعلاميه الكبيره استاذه شوشتار، وانا الان الاستاذ محمد عبد الجواد رئيس مجلس منتديات رباعية مصر هيقول لنا كلمه ويعلن النتائج.